7 سنين بحاول افهم ازاي حد عادي جدا بيقدر يحول الفكره لشركه بملايين. الموضوع مش سهل بس مش مستحيل، وان انت تعمل الكلام ده النهارده احسن من زمان بكتير. سيليكون فالي جننتني وقلت انا لازم اروح هناك وافهم بيحولوا الاحلام لملايين ازاي. في الوقت ده ظهرت شركات كتيرة زي الفيسبوك، اليوتيوب، باي بال، سترايب. خليتني اسأل نفسي الناس دي بتعمل كده ازاي؟ بدأوا ازاي؟ بيشتغلوا ازاي؟ قعدت اعمل بحث على جوجل واتفرج على يوتيوب فيديوز واتعلم اكتر عن الستارت ابس والتك اندستري. كنت لسه مخلص كليه هندسه، فكان اسهل طريق بالنسبه لي ان ابقى بروجرامر كويس عشان اعرف اخش الوسط ده وافهم العقليات دي بتفكر ازاي. شفت ايام صعبه كتير وبعدت عن اهلي وصحابي، بس الرحله كانت ممتعه جدا رغم كل العناء اللي فيها. عشت تجربة شيقة ومرهقة جدا مع شركة من أول الأيام الأولى لحد ما الشركة اتباعت لجوجل. في وسط الرحلة شفت أخطاء كتيرة هحاول أساعدك ما تقعش فيها. مجتمعنا مليان مشاكل، كل مشكلة فيهم عبارة عن كنز مستني الشخص اللي يحل المشكلة وياخد مفتاح الكنز. نروح رحلة مع بعض من أول الفكرة لحد تبيع شركتك إزاي. كل ده هنشرحه بطريقة منهجية، ونشرح لو عندك فكرة مشروع تعمل إيه. المحتوى اللي هقدمه هيركز أكتر على مشاريع سريعة النمو، المشاريع اللي بتركز على حل مشكلة معينة متكررة وبتحلها بطريقة مبتكرة، وبعد كده بتطبق الحل ده على آلاف الناس التانيين اللي عندهم نفس المشكلة. تابعني عشان يجيلك نوتيفيكيشن لما انزل الفيديو الجاي.